حكم اللقاء السيد كريزورفانتيس ثيولي حكم اللقاء. طاقم تحكيم قبرص النهارده يعاونوا كل من طبعا ستروفي وايضا كالوجنوري والحكم الرابع والحكم البرتغالي النهارده ميغيل طبعا نيجويرا. حكمي الفار سولومون ديمترياس ونيكوس ايجالوس ايضا من قبرص. هذه هي معطيات انطلاقه المباراه وتقديم عرض يعني يعوض به عدم تاهله بعد ما كانوا لعبوا المباراتين الفصلتين اللي كانوا امام المنتخب ولا المهمه. باسيرو في منتخب قال لك خلينا في منتخب البرتغال ودي لمسه حلوه وفرصه وهدف ضائع. جواو فيليكس بقى البدايه هذه امامنا اللمسه والانطلاقه من جانب اللاعب بعيده قوي الى اللاعب نونو الشماليه طبعا مع تاهل الكره العرضيه. استلام يا ولد، استلام يا ولد، حلوه كوره معموله جميله الحقيقه وفرصه امامنا اهو بتضيع من النجم طبعا برونو فرنانديش نجم مانشستر يونايتد، نجم مانشستر. تلم حلوه قوي وعملها يا ولد جميله حلوه كوره هدف مانشستراوي، هدف هنا مانشستراوي لكن للبرتغال. نجم مانشستر يونايتد دييجو دالوت يعمل كرة حلوة قوي لبرونو وهدف برتغالي جميل. برونو ادي امامنا انطلاقه المنتخب النيجيري هيسكت؟ لا مش هيسكت. صلح ومنتخب يظهر امامنا سيمون موزيس لكن المرساه بديل في دقائق كده كان لما تهزمت الامور بهدف مرتب امام اسبانيا في دوري الامم الاوروبيه النسخه الثالثه. هذه الاسماء اللي هنشوفها ان شاء الله في دورتموند. امامنا على طول الركنيه اتلعبت العوبه لكن في حلوه المباراه الاوروبيه النسخه الثالثه ومعاهم كمان المدافع باسي. استلام يا ولد، استلام حلو قوي برونو يا ولد يا راجل افهمه يا راجل روح له اندري سيلفا. ادي برونو فرنانديش يا راجل روح له اندري سيلفا. ادي برونو فرنانديش دي وجود يعني فيها التدريب. ادي الكره اللي يعني بتاتي من مين؟ من جواو فيليكس. امامنا الكره برضو اللي بتتكرر كتير وادي اللمسه انطلاقه من جانب اللاعب نونو مندش يعمل الكره نونو. الكرات دايما مركزين عليها المره دي بقى قاطع وداخل في العمق. امامنا هو برونو تمريره لك مره ثانيه لبرونو لكن فين برونو؟ المباراه الكبيره ايوبي عمل حلو قوي اريبو ولد يا ولد انطونيو سيلفا. ركنيه اولى في المباراه على طول كره ركنيه ملعوبه لكن من برونو لكن المره دي بقى الهجمه السريعه راحت والضغط الدفاعي والمره دي تطلع ركله ركنيه تغطيه بقى من برايت اوسيه صح. ركنيه القصيره للخلف نونو فوز على سيمون موزيس يعدل حلو قوي يا ولد ولكن اول اختبار لل 105 مباراه روي باتريسيو حارس المرمى من جانب روي باتريسيو. جواو فيليكس لكن اللي جايب هدفين هذا الموسم في مرمى نيوكاسل وفي مرمى تمريرات الاداء المنتخب البرتغالي بيقدم سلام من جانب برناردو. كرات العرضيه من اليمين ومن الشمال على طول هنا لمسه اليد وركله جزاء امامنا هو لم يتوالى. نجم مانشستر يونايتد سجل اول اهداف اللقاء ويسجل الثاني امامنا هنا يرفع رصيد الاهداف الى 11 هدف دولي مع منتخب بلاده. امامنا هنا اللاعب اللي يسجل هذا التألق طبعا في مباراة اليوم ويسجل الهدف الثاني بركله جزاء. اللاعبين الصغار واصحاب الخبرات نونو مندش 20 كرة على طول عاليه. اريبو يصلح كرة خطيره عن طريق سيمون الخطير. اريبو لاعب البريمير ليج، اللاعب اللي بيلعب في الدوري الانجليزي الممتاز وياخد ركله ركنيه. هو حتى الان